كلنا بنتعرض للمواقف دي، نكون غاسلين دورة واتنين وتلاتة وفجأة نلاقي عندنا تل غسيل عايز يتطبق. مادام نويتي ان انت هتخشي البلكونة تلمي الغسيل يبقى لازم تطبقيه. ما تركنيش الغسيل على السرير او على كنبة الانتريه، ان هو هيفضل مركون كده، هتروحي وهتنشغلي في حاجة تاني، وهتروحي وهتيجي وهتبص عليه وهتحسي ان خلاص دمه تقل وان انت مش عايزة تطبقيه. بس لو عملتي كده فعلا هترتاحي. انا اليوم ده كان عندي روتين وكان عندي غسيل كتير جدا، كان عندي غسيل فرش سراير، كان عندي غسيل اسود، وكان عندي غسيل فاتح، دفايات اللي بنتغطى بيها. يعني كان عندي غسيل كتير. طبعا الدفايات والفرش السراير بطبقها وانا واقفه على البلكونه كده على طول وبحطها في الدولاب. دخلت طبعا على طول على الدوره الغامقه، هما الاتنين كانوا ورا بعض، فالاتنين نشفوا. يعني انا نشرت ورجعت نشرت تاني ولميت مره واحده. هبدا ان انا بقى اطبق كل حاجه، وكل حاجه احطها مكانها. اوعي تركني غسيل مش عايز يتطبق. يعني لو في عندك غسيل كتير عايز يتطبق اوعي تركنيه، طبقيه. حتى لو وراكي شغل تاني وانت لميت الغسيل، لا طبقي الغسيل قبل ما تروحي تنشغلي في الشغل التاني. لان فعلا انت لو رحتي انشغلتي هيبقى الغسيل دمه تقيل، ممكن تخلصي اللي وراكي وتحسي نفسك تعبانه وهلكانه مش قادره تطبقيه، فهيفضل لتاني يوم وهيكركب عليكي اليوم التاني. خلصي اولوياتك يوم بيوم، اعملي لنفسك جدول، وان شاء الله هشارك معاكم حاجات كتير. انتظرونا، مع السلامه.